هذا باش ما تهرقناش. قلت لكم خديت الزنجلان ب 40 درهم الكيلو، انا خديت 2 كيلو. خديت كيلو نتاع كاوكاو الابيض 30 درهم. اخوات كلشي راه غالي، كلشي زادو فيه. خديت كيلو نتاع كاوكاو بلدي ب 40 درهم. خديت زوج نتاع المسكه حره ب 20 درهم، يعني ب 10 دراهم الوحده. خديت 2 كيلو تاع اللوز ماشي داك المكركب كاع الصغيور، وماشي داك البلدي. المهم هذا متوسط، ما بينش متوسط. هذا متوسط خديته، هذا خلى ليا قال لي 100 درهم، قال لي 100 درهم. خديته انا ب 90 درهم، خديت ب 90 درهم الكيلو. خديت 2 كيلو من هذه. وهنا هذه خويا هادو بغيت نخلطهم مع شويه نصاوب المكسرات نزمنهم ونخليهم. هذا ب 25 درهم، رابعه 250 غرام. الاخوات كملنا هذا الشيء نتاع السيلو. هذه الصخره نتاع السيلو. نشوفوا هذا اللوز هذا راه ما كانش قبل، ما كانش داير هذا الثمن هذا، راه غير هذا الشهر هذا زادوا فيه رجع هذا الثمن هذا كامل. اما قبل راه كان هذا داير غير 70 درهم. شوفوا دابا ما يوصل، هذا العادي وصل ل 100 درهم، خلاه لي انا ب 90 درهم. اما قبل كان داير هذا 70 درهم. واش هو الانسان بصراحه يتقدى قبل احسن. الاخيرات غادي ندوزو للصخره تاع بيم راه دايره بزاف نتاع التخفيضات، بزاف الحويجات اللي دايرهم فيهم تخفيضات زوينين بالنسبه لرمضان. ولكن انا تقديت شي حوايج لرمضان وتقديت شي حوايج اللي نخليهم في الستوك عندي حيت لقيتهم رخاصين وهذا، وتقديت شي حوايج اللي غادي نستهلكوهم.